طيب انا دلوقتي متخرج جديد وكل الشركات طالبه حد خبره وعايز حد جامد جدا، والتانيين بيطلع مش عارف من بقه نار، وانا لسه حديث التخرج وكل كاتب خبره 5 سنين 7 سنين. طب انا اعمل ايه؟ يعني اروح اجيب شهاده ولا اروح اجيب خبره ولا اروح اعمل ايه؟ تعال اقول لك ازاي. بصراحه كده بسرعه، انا ازاي اشتغلت بعد 3 شهور بس من تخرجي، واشتغلت في شركه جامده جدا بدون ذكر اسمها، 13 فرع، وكمان كنت الهيد فيها بعد سنه. يعني ده الحمد شكر ليك يا رب، ده طبعا ده بعد ربنا. اقول لكم ازاي انا عملت كل الكلام ده. كنت حديث التخرج وزيكم بالظبط، وكنت كليه تجاره، يعني كليه الشعب، مش بقى فارس ولا اكاديميه ولا كليه مصروف عليا ملايين ولا الكلام ده كله. يلا بينا واحده واحده كده، بسم الله. كوبايه شاي بلبن وسندوتش حلاوه. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه، انا اتخرجت زي اي شاب كليه تجاره عربي مش انجليزي، عادي جدا. كان طبعا 10 سنين. انا دلوقتي الحمد لله صاحب شركه منصر اوف ماركتنج اكاديمي، بدي كورسات ماركتنج. آه خلصت الكليه بتاعتي، كليه التجاره العاديه جدا. تمام. رحت قدمت كذا شركه، كله بيضحك عليا، انت جاي تهزر، انت تجاره عربي فين انت، احنا عايزين خبره 5 سنين 3 سنين، امشي اطلع بره. شفت كلام عنب يعني. طبعا انا لو كنت طبعا بنت جامده ومفيش مني اتنين كان زماني اشتغلت كده. تعرفين طبعا مصر يعني والدنيا ماشيه فيها ازاي. حلو. عملت ايه؟ فتحت كل الكورسات المجانيه، كلها فيستك. انا كلها باحترامي لكل الناس اللي بتدي كورسات مجانيه، مفيش حد شاطر في مجاله هيديك حاجه مجاني. هو هيديك حاجات حلوه على اليوتيوب، هيديك معلومه، هيديك نص المعلومه، كتر خيره وكويس جدا. 70% معلومه يا سيدي، ده كده راجل جامد جدا. بس مش هيديك كورس كامل غير برقم. مش هاتك على بعضينا. خلصت. شفت كل الكورسات المجاني، ما استفدتش اي حاجه خالص. بدات بالماركتنج اول حاجه، قلت ايه الماركتنج ده حلو جدا، هتعلم ازاي اعمل اعلانات، ازاي اعمل بلان استراتيجي باي بيرسونا، اعمل كل الكلام ده. كل الكورسات المجاني طبعا اي كلام، على ارض الواقع مفيش. رحت اتدرب عند ناس بيضحكوا عليا، انت مش فاهم حاجه، ايه الكورس انت واخده ده. خدت كورسات بفلوس، موقع ادراك، موقع قدامي كذا موقع كان قدامي كورسات بفلوس. هتقول لي يا عمر بس لا فلوس كتير يا عم، احنا محتاجين 20. مفيش الكلام ده. نزلت يا باشا اشتغلت عند راجل كان بتاع ادوات رياضيه، بيبيع حاجات جيم ومش عارف. كنت باخد منه حرفيا 2000 جنيه. 2000 جنيه دول في 2017 زي دلوقتي مثلا قول 3000 ولا حاجه. كنت 1000 جنيه باكل بيهم ومواصلات والكلام ده كله. طبعا كنت اي كلام اكل اي كلام. و1000 جنيه كنت بشيلهم زي ما هم كده. تمام. زي دلوقتي 3000 ونص مثلا. لو انت اشتغلت في محل هدوم هتعرف تجيبهم، ما تقوليش لا صعب عليا. اشتغلت 3 شهور عنده بالظبط، 3 شهور بالظبط هم بتوع الكورس. خدت 3000 جنيه، اخدت الكورسات 500 جنيه على 700 جنيه على 800 جنيه. كورسات مش هقول لك يعني بروفيشنال، كانت على قد حاجات اللي هي الجميله كده مسجله دي. بدات اظبطها وبتاع، ما خدتش بقى لايف والكلام ده كله عشان كانت غاليه جدا ساعتها. ظبطت الدنيا، اخدت 5 كورسات في 3 شهور، 5 كورسات في الماركتينج. قدمت في الشركات. اول شركه جات لي كلمتني كانت 13 فرع. كنت رايح بقى ايه بتراعش بقى، انت جاي لك شركه 13 فرع اكيد وش هيرفضوني يعني. طبعا دخلت الانترفيو، لقيت معايا 7 8 بنات صواريخ صواريخ. قلت بس يا باشا انا ايه، انا الانترفيو ده لو الاتش ار ده جوه راجل انا كده اتبقلشت خلاص. لو بنت منهم بس دخلت، حتى لو هي حديثه تخرج، انا انا باي باي. دخلت الاتش ار لقيتها بنت، قلت الحمد لله انا كده حليت 50% من الانترفيو. دخلت، قالت لي عمر انت خليك كليه تجاره ولسه من 3 شهور يعني ما لحقتش تاخد حاجه. لا ازاي، انا واخد 5 شهادات في الماركتنج. تك تك، وانا كوتشينه بقى 5 كورسات. تك تك تك. شافت ايه ده كل ده ما شاء الله في تاتش. قلت لها اه. تيجي تسالني في الماركتنج، جابت حد تكنيكال يسالني ما شاء الله بدب معاها دب 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 دب. تلاقي انت معانا على طول. الحمد لله. طبعا ما كنتش مصدق. سجدت سجده شكر بعديها. ازاي يعني؟ روحت شكرت ربنا على طول وصليت ركعتين شكر. ازاي انا لسه متخرج واصحابي حتى هتجنوا؟ ازاي يا عم، ده شركه تقيله طبعا بدون ذكر اسمها، هي شركه مشهوره جدا بتاعت الكترونكس. كنت مبسوط جدا 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 الحمد لله. الشركه جابت شركه، بقيت اتعرف، عمر لسه بدا يتعرف. الحمد لله بقيت خبره 10 سنين لحد دلوقتي، بقى لي اسمي في السوق، والعملاء بتجيلي من الخليج بيدوروا عليا بالاسم. الحمد لله الحمد لله، شكر ليك يا رب يعني. بس الموضوع انا محتاج بقى كورسات ولا اصل انا معيش فلوس؟ كل دي حاجه يا باشا، انت قاعد على القهوه عمال تنبر تقولش لا اصل انا معيش ال 3000 جنيه دول صعبين، اصل انت معكيش ال 3000 جنيه. معلش يا باشا، انت بتروح تجيب سجاير في الشهر ب 3000 جنيه، ما تحورش. وانت بتروح تجيبي ميك اب اصلا اكتر من كده بكتير. يعني علبه الايلاينر ولا مش عارف الاي شادو ولا الحاجات اللي انتوا بتجيبوها دول، العلبه الواحده دي اصلا بتبقى 400 جنيه يعني بثمن كورس. ما تقعدش بقى تقول لا اصل ده كورس تعبان، اصل انا معيش، اصل انا، وانتوا بتجيبوا اصلا حاجات تافهه اكتر من كده. ما تحججش
وانزل دور على شغل وهتلاقي شغل بسهوله. ما تتحججش وانزل دور على شغل. تقولش لا الصراحه دي التخرج ومش هيلاقوني مش هيلاقوني. اصرف على نفسك كويس، سيبك من الكليات، كليات كلها شبه بعض، تجاره زي اداب زي حقوق، زي الفيديو اللي هو بتاع احمد زي الحاج احمد، كله محصل بعض، حتى الفارس والاكاديميه كله شبه بعض. كورساتك حتى لو هي مش بروفيشنال تتعلم منها كويس، تاخد منها معلومه كويسه، الدنيا سهله وان شاء الله هتلاقي شغل. اسعى على ربنا، خد كورساتك وان شاء الله هتقبل وبسهوله جدا كمان. وانا مساعده مني ان شاء الله ناوي اساعد كل الناس اللي لسه متخرجه ولا لسه حديث التخرج ولا لسه طالعين كليه ومعهمش فلوس والكلام ده كله. طبعا دلوقتي كورسات الماركتنج بقت بارقام، بس وانا الكورس بتاعي الحمد لله وصل لحد 4000 جنيه. انا الكورس هعمله مسجل. دلوقتي كورس تسويق اعلانات جوجل بقى عليه خصم 50%، وده لفتره محدوده، بدل 800 جنيه بقى ب 400 جنيه، وعلى فكره مسجل بالكامل يعني تقدر ترجع له في اي وقت. اما بالنسبه للطلاب اللي بره مصر بقى سعره $15 بس. لا ومش كده وبس، انت كمان خد الكبيره، هتاخد مني في اخر الكورس شهاده من الاكاديميه بتاعتي ان انت بيت جامد في اعلانات جوجل. لا واوعى كمان تفتكر ان انا في اخر الكورس هسيبك كده، لا ده انا كمان هديك جروبات ومواقع تجيب بيهم عملاء من الخليج ومن اوروبا عشان ندخل فلوس بالدولار بجد ومش هزار. ابعت لنا دلوقتي رساله عشان ابعت لك تفاصيل الكورس، وعلى فكره الاماكن محدوده، الفتره كمان محدوده.